السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية حابب أشكر حضراتكم على حسن متابعتكم ليا في القناة وعلى اشتراككم عندي في القناة، وأتمنى الناس اللي ما اشتركتش تشترك عندي إن شاء الله بإذن الله. في البداية حابب إن شاء الله النهاردة أبارك للنادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي واللعيبة والجهاز الفني للنادي الأهلي على حسم اللقب النهارده إن شاء الله بفوز سيراميكا النهارده على بيراميدز. كده أصبح النادي الأهلي رسميا بطل دوري عام 22-23، وده اللقب رقم 43 للنادي الأهلي. النهارده فوز سيراميكا على نادي بيراميدز أهدى النادي الأهلي اللقب رقم 43، ولسه كده ناقص الاهلي 6 مباريات. المباريات الجايه اللي احنا عارفينها والمهمه جدا هي مباراه الاهلي والزمالك. طيب الناس بتسال هل مباراه الاهلي والزمالك بعد حسم الدوري للنادي الاهلي مهمه؟ طبعا مهمه جدا جدا جدا، لان الاهلي والزمالك دول الماتش ده بطوله خاصه، ما لهاش علاقه. الاهلي حسم الدوري، الزمالك حسم الدوري، دي بطوله خاصه ما بين اللعيبه، ما بين الناديين، ما بين الجماهير، وكل فريق منهم بيتمنى الفوز، وكل جمهور بيتمنى الفوز ويشوف مباراة كويسة لفرقته. فالمباراة بتاعت الاهلي والزمالك دي مهمة جدا جدا جدا. مستر كولر هيلعب بالقوة الضربة بتاعته، ومستر اسيرو هيلعب بالقوة الضربة بتاعته. نتمنى ان احنا نشوف ماتش كويس، و اللعيبة اخوات وحبايب، ونتمنى ان احنا نشوف تحكيم كويس اذا كان مصري او اجنبي، وتطلع مباراة تليق بقطبي الكرة المصرية ما بين الاهلي وما بين الزمالك. طب الكلام كتير اليومين دول طالع على مصطفى فتحي، واحنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت على مصطفى فتحي. مصطفى فتحي عنده بند بحق الشراء لنادي بيراميدز في العقد ما بينه وما بين نادي بيراميدز. نادي التعاون كده كده عايز يبيعه، لان مصطفى عنده مشكلة في التجنيد ولازم يلعب في مصر. ولغايه دلوقتي بيراميدز ما يعني ما نفذوش النقطه دي في العقد بتاعه اللي هو بند الشراء. عندنا مستر كولر معجب جدا 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 بمصطفى فتحي، وبيتمنى ان مصطفى فتحي ينضم للنادي الاهلي، لان هيفيده جدا في الخطط بتاعته، وهو لعيب سريع ومهاري وبيعرف يجيب اجوان، فلعيب مفيد لاي فرقه هيلعب فيها. نتمنى له الخير ان شاء الله، ونتمنى له اللي هو ربنا يكرمه وينضم للنادي الاهلي. هيفرق معانا جدا 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 في النادي الاهلي. مصطفى فتحي لعيب سريع، لعيب محترم، تحس اللي هو شبه النادي الاهلي. فان شاء الله نتمنى له الخير، ونتمنى له اللي هو ينضم للنادي الاهلي. طبعا بوبو، طبعا طلع كلام كتير امبارح اللي بوبو احتمال ما ينضمش للنادي الاهلي. بوبو بنسبة 95% هينضم هو وامام عاشور للنادي الاهلي بنسبة 95%. بوبو وامام عاشور، والكلام ده خلصان، اللي هما الاتنين دول ان شاء الله باذن الله في النادي الاهلي. ونتمنى لهم باذن الله بعد انضمامهم التوفيق والانسجام مع الفريق، ونقدر يبقى عندنا خط. احنا دلوقتي عندنا خط نص محترم جدا وقوي جدا، بالاتنين بالتدعيمات بتاعت بوبو وامام عاشور هيفيدوا جدا الفريق، وان شاء الله باذن الله يدعمونا باذن الله في البطولات اللي جايه ان شاء الله. طيب بالنسبه لنادي الزمالك، في مشكله في النادي الزمالك بسبب ازمه شيكابالا والغرامه اللي جايه على نادي الزمالك، وفي جواب جاي بتاع ايقاف القيد. لازم الزمالك يدفع 1,600,000 يورو في عقوبة شيكابالا عشان النادي ما يتوقفش من القيد. نتمنى بإذن الله حل الأزمة دي، لأن احنا كلمنا تكرارا وهنكرر الكلام ده تاني وتالت ورابع، اللي الأهلي والزمالك هم قطبي الكرة المصرية. من غير الأهلي مفيش كرة في مصر، ومن غير الزمالك مفيش كرة في مصر. فالأهلي والزمالك هم دول الروح الحلوه والحاجه الحلوه اللي في ماتش، اللي في مصر بالنسبه لكره القدم وبالنسبه للالعاب كلها. من غير اهلي وزمالك بصراحه
هتبقى بطولات ضعيفة ومنتخب ضعيف. فنتمنى ان شاء الله باذن الله الخير للفرق المصرية كلها، وان شاء الله باذن الله نشوف مباراة قوية جدا جدا ما بين الاهلي وما بين الزمالك، ومباراة نتمنى الاهلي يتوفق فيها ونقدر نفوز على الزمالك، ونقدر نستلم الدرع ان شاء الله باذن الله يوم الخميس في الملعب، وتبقى الفرحة فرحتين ان شاء الله. طيب كده الاهلي حسم الدوري الاول، بيراميدز الثاني، والزمالك الثالث، وفيوتشر الرابع ان شاء الله. دي انديه القمه. تحت بقى الدنيا مولعه. النهارده كان في 4 مطوشه نار. الداخليه مع الاسماعيلي، الاسماعيلي قدر يكسب 1-0، والاسماعيلي بالفوز بتاع النهارده قدر يحسم بقائه في الدوري المصري ان شاء الله. طيب الماتش التاني اللي كان معانا كان غزل المحله والبنك الاهلي، ودول اتعادلوا 0-0. دول طبعا في مشكله. طلائع الجيش واسوان، وقدر طلائع الجيش يكسب اسوان 1-0. و احنا قلنا الاسماعيلي كده ضمن البقاء في الدوري. المشكله دلوقتي عند الفرق اللي انا هقولها دي، هي اللي عندها المشكله، اللي في فرقتين هيهبطوا منهم مع حرس الحدود. عندنا البنك الاهلي، وعندنا سموحه، طلائع الجيش، اسوان، غزل المحله، والداخليه من وجهه نظري الاقرب للهبوط مع الحرس الحدود مبدئيا. وبكره في ماتش ان شاء الله باذن الله ما بين سموحه وما بين انبي، ده يبقى في اسكندريه ان شاء الله الساعه 8:30. طيب انا اتوقع الداخليه ان شاء الله، الداخليه وحرس الحدود، حرس الحدود خلاص هبط، الداخليه كده بنسبه كبيره جدا هبط. يبقى احنا عندنا كده البنك الاهلي وسموحه وطلائع الجيش واسوان وغزل المحله والداخليه. بغزل المحله الداخليه طبعا انا قلت هتبقى قريبه جدا للهبوط. الخمس فرق دول في فرقه منهم هتهبط للاسف مع حرس الحدود والداخليه. مبسوط جدا جدا ان الاسماعيلي قعد، لان انا شخصيا بحب الفرق اللي هي الجماهيريه، بتدي طعم، وجماهير بتدي طعم وروح كده للملعب وللمباريات اللي احنا بنتفرج عليها. فاتمنى للفرق الجماهيريه كلها باذن الله التوفيق، واتمنى طبعا اسوان ما ينزلش، اتمنى سموحه ما ينزلش، اتمنى غزل المحله ما ينزلش. الفرق اللي عندها جماهير وبتمثل المدن بتاعتها والمحافظه بتاعتها، اتمناها اللي هي تبقى موجودة عندنا، لان الجماهير بتعمل طعم حلو قوي للكورة، وبتعمل شكل حلو قوي للملعب. واتمنى باذن الله التوفيق للجميع ان شاء الله. في النهاية حابب اشكر حضراتكم على حسن استماعكم ليا، وبشكر تاني مرة الناس اللي اشتركت عندي في القناة، واتمنى الناس اللي ما اشتركتش تشترك. والف مليون شكر على حسن متابعتكم ليا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.